من زنزانة الحبس لعالم الثراء. اتولد يتيم وعاش منبوذ وعرف يبقى أشهر مليونير في أمريكا، وبسبب عربية أكل في الشارع حياته اتغيرت من سوابق ومحدش بيقبله في أي شغلانة لرجل أعمال ثروته بالملايين. قصته بتتحكي في كل مكان في العالم. يا ترى مين هو دون ماثيوز وإزاي عرف يجمع الثروة دي وإيه سرها؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. في راجل في أمريكا بدأ من آخر السلم حرفيا من الزنزانة، طلع على عربية أكل وسط الزحمة وبقى مليونير. دون ماثيوس شاب عنده 32 سنة، ما كانش عنده حظ من البداية لا في الحياة ولا في الشغل. اتولد في فيلادلفيا وتربى من غير ما حد يرعاه ولا يوجهه، ورغم كده كان شاطر في المدرسة. بس أول ما دخل الجامعة اتقلبت حياته، شجار بسيط اتحول لقضية واتحبس 6 شهور، وبعدها سجله الجنائي فضل ملاحقه في كل حتة حتى لما خلص جامعته بشهادتين. وكل ما يقدم على شغل يتقفل الباب في وشه أكتر من 200 مرة اتقاله لأ بسبب سطر مكتوب في ملفه القديم. قرر يخلق لنفسه باب لأن مفيش باب بيتفتح. عمل أول شركة تنظيف سنة 2017 سماها وندرفول كليننج مع صاحبه من وهو صغير، وبدأ من بيت أخوه من غير تمويل، وفضل يشتغل لحد ما بدأ ياخد عقود بفضل مدربه الرياضي القديم اللي ساعده يوصل لناس. بدأت الفلوس تيجي، بدأ مشروع تاني لإزالة النفايات، وبعدها دخل في الاستثمار العقاري واشترى 16 عقار بيدخلوا له حوالي 11,000 دولار في الشهر. بس النجاح ما كانش خط مستقيم. لما نقل هيوستن سنة 2024 حاول يفتح ملهى ليلي، خسر فيه 170,000 دولار، وده خلى كل حاجة تتقلب تاني. بس المرة دي قرر يدخل مجال تاني خالص، قرر يفتح عربية أكل بقرض 40,000 دولار. أطلق جوديز سول كيتشن في أغسطس 2024، ومع إن الشيف اللي كان متفق معاه انسحب قبل الافتتاح قرر يطبخ بنفسه مع إنه عمره ما اشتغل في مطبخ، واستلم فكرته من مطاعم كبيرة زي تشيبولتي وتشيك فيلي. بس كان مؤمن إن السر مش في الأكل، السر في النظام والجودة والخدمة. العربية بتشتغل 4 أيام في الأسبوع من 7 بالليل ل 3 الفجر، وبتقدم أكل زي السمك المقلي وأجنحة الدجاج والبطاطا الحلوة. كل أسبوع بيجيله حوالي 300 زبون، والدخل الأسبوعي يوصل ل20,000 دولار. يعني في 2024 الإيرادات عدت المليون، ولسه مكملين في 2025 بعقود تموين وحفلات ومناسبات. في مارس 2025 فتح عربية أكل تانية سماها بيرس أند بانس، وناوي يبيع باقي شغله ويركز في الأكل لأنه لقى فيه نفسه. بس النجاح بالنسبة له مش بس الفلوس، النجاح الحقيقي عنده إنه يوظف ناس المجتمع مش بيديهم فرصة زي المتعافين أو ناس عندهم سجل جنائي، لأنه مؤمن إن الورق مش هو اللي بيحكم على البني آدم، اللي بيحكم هو الشغل نفسه. وبيختم كلامه بجملة واحدة بتشرح كل فلسفته: الفقر صعب والغنى صعب والسعادة صعبة والحزن صعب، فاختار صعوبتك. ودلوقتي قول لنا انت بقى تفتكر لو مكانه كنت هتوصل لإيه؟ شاركنا برأيك في التعليقات.